اقولك تلم الكيمياء ازاي في 6 ايام بس. زي ما اتكلمنا على العربي امبارح هنتكلم على الكيمياء ان شاء الله النهارده، ازاي تقدر ان انت تلمها في 6 ايام وتخلصها وتبقى معاك كده اول مادتين اتقفلوا في 11 يوم بس زي ما اتعودنا كل يوم. ما تنساش تدعي لكل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامك على الشاشه، وما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. افكرك ان حلمك مستنيك يا بطل، يلا انت قدها، هتوصل باذن الله. عافر علشان حلمك يستاهل. يلا نشوف هنعمل. تعال اقولك هنعمل ايه بقى في الكيمياء باذن الله. اول يوم في الجدول هتاخد اول درسين عضويه بس، هتذاكرهم كويس جدا جدا. هو احنا هنبدا بعضويه، احنا هنبدا ب3 فصول. ركز معايا بس وهتعرف انا همشيك ازاي. بس اول درسين عضويه دول هيتذاكروا كويس جدا لان عليهم هيتبنى 13 درس بتوع العضويه. بدون اول درسين انت مش هتعرف تمشي بقى العضويه، فهتذاكر اول درسين وهتحل عليهم كويس جدا. طب دول بس اول يوم؟ دول قليلين خالص. لا استنى خليك معايا. هتاخد اول درسين في الباب الاول اللي هو الحديد، واول درس من الباب الرابع اللي هو الكهربائي. طب انت كده مشتتانا؟ لا انا مش مشتتاكم ولا حاجه. انت هتاخد باب اول مع باب رابع وباب خامس، كده اللي احنا هنمشي عليه. طب وخلاص كده اول يوم حلينا عليهم كويس جدا. هنيجي بقى لتاني يوم. تاني يوم هناخد درسين العضويه اللي عليهم الدور، برضو نفس الحوار هنحل عليهم كويس جدا. طب احنا كنا اخدنا اول يوم درسين من الباب الاول ودرس من الباب الرابع، احنا هنعكس العدد، يعني هيبقى درس من الباب الاول ودرسين من الباب الرابع والدرسين بتوع العضويه زي ما احنا اتفقنا. يبقى كده خلاص خلصنا اول درسين، اول 4 دروس عضويه، واول 3 دروس باب اول، واول 3 دروس باب رابع، وهنحل عليهم كويس جدا برضه. طب وتالت يوم هنعمل فيه ايه؟ تالت يوم احنا هيبقى معانا درس واحد متبقي في الباب الاول ودرس واحد متبقي في الباب الرابع. طب وهنعمل ايه تاني؟ معانا بقى 3 دروس عضويه، لان احنا عشان نبقى ماشيين بنفس عدد الدروس بتاع كل يوم هنحل عليهم كويس جدا برضو في نفس اليوم. نيجي لليوم الرابع، هنعمل ايه في اليوم الرابع؟ تعال اقولك هتعمل ايه في اليوم الرابع. انت اليوم الرابع هتسيبه درست كامل، هتحل فيه على الباب الاول والرابع والخامس. كده انت خلصت نص المنهج، خلصت 7 دروس عضويه من اصل 13 درس، خلصت الباب الرابع كامل اللي هو الكهربية، خلصت الباب الاول اللي هو الحديد. هتحل عليهم، ممكن تدخل شامل في النص. هتحل شامل في العضوية على الباب الاول وعلى الباب الرابع وعلى الباب الخامس. احنا اخدنا الباب الخامس لحد الدرس السابع اللي هو في العضوية. العضوية مهمة جدا جدا جدا، عليها 65% من درجة الكيمياء، فانت لازم تشتغل عليها كويس جدا علشان تقدر ان انت تطبق عليها في الامتحان. خلاص خلصنا الجزء بتاع العضوية والجزء بتاع الباب الاول والجزء بتاع الباب الرابع. بقى معانا كده الباب التاني والباب التالت وباقي العضوية. نيجي بقى الخامس يوم. الباب التاني اعتقد عندكم درسين او 3 دروس، والباب التالت 4 دروس، وباقي العضوية معانا 6 دروس. هناخد اليوم الخامس هناخد 3 دروس عضوية. تمام؟ معاك درس من الباب التاني لو هو درسين لو هو 3 على حسب بقى. الباب التالت هتاخد منه 3 دروس وتحل عليهم كويس جدا في اليوم ده. عارفه ان اليوم ده هيبقى طويل وجديد شويه، بس انت خلاص اتعودت واخدت كذا يوم قبله، يعني انت خلاص اتعودت. هنيجي بقى لاخر يوم اللي هو اليوم السادس، هتقفل الكيمياء، هيبقى بقى معاك درسين و3 دروس عضويه. الامر هيكون سهل خالص ان انت تقدر تخلص كده في 6 ايام. انت لميت الكيمياء كلها كده في 11 يوم، لميت مادتين، يعني لميت العربي ولميت الكيمياء. هنخلي اليوم ال12 ده فيصل ما بينه وما بين اي مادة تانية، هتحل فيه عربي وكيمياء بس، هتحل كله شامل. طب خلاص ظبطناهم وظبطنا العربي والكيمياء، كده انت لميت مادتين لو انت علم علوم، ولو انت علم رياضة نفس الحوار. والازهر انا كنت اتكلمت عن العربي والشرعي، والنهارده اتكلمت عن الكيمياء، فانت بقى معاك العربي والشرعي والكيمياء. كده خلاص انت قدرت ان انت تظبط جزء كبير جدا من المواد بتاعت المنهج. فتحت في الكومنتات محتاجين مادة ايه المرة الجاية وعايزين تلموها في كام يوم بحيث ان انا اقسمها لكم عليه. ولو عايزين الوورد بتاع الكيمياء ان انا برضو اعمله نفس نظام العربي اكتبولي تحت في الكومنتات، واللي عايزه هبعتهوله.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.